مساء الخير، اهلا بيكم متابعين قناه دوجز ايجيبت. النهارده بنكمل سلسله سؤال وجواب. اتفقنا ان حضراتكم اكيد عندكم تساؤلات خاصه ب عالم الكلاب، محتاج تعرف اي حاجه عن كلبك، طريقه التدريب، مشاكل بتواجهك مع الكلب، نوع انت حابب تشتريه عايز تاخد راينا. فكل اللي هتعمله هتكتب التعليق بتاعك، احنا هنقول اسمك ونقول التعليق ونحاول ان احنا نرد ونستفاد جميعا من سؤال حضرتك. عندنا سؤال جالنا امبارح على الفيديو الاخير من استاذ اشرف العربي، بيقول انا حجزت كلب على باي وكنت عامل مكان في الجنينه ليه وبيت، بس انا هستلمه وهو عنده 32 يوم، والبريدر او المنتج بيقول ان اول شهر لازم يكون جوه البيت. اول حاجه نقطه مهمه جدا، ان 32 يوم ده يعني سن صغير جدا على استلام جرو. ما انصحش تماما ان انت تستلم جرو تحت ال 45 يوم. ال 45 يوم اساسا يعتبر سن صغير، وبيبقى الكلب حساس جدا ومناعته ضعيفه. فنصيحتي ما تاخدش الكلب وهو 32 يوم، انتظر لغايه سن ال 45 يوم. دي النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه، كلام البريدر مظبوط، مش بننصح ان الكلب يعيش في اوت دور في جنينه، لان الفكره ان الكلب ممكن ينتقل له المرض عن طريق اي حاجه انت مش واخد بالك منها. مثلا لو بنتكلم على فيروس البارفو، فيروس البارفو الاغلب بينتقل عن طريق الستول لكلب مصاب بالعدوى. فانت لو حطيت الكلب في جنينه، حتى لو حطه في قفص ومقفله، ممكن دبانه تروح، طبعا بتطير في كل مكان، والدبان بيقف على الفضلات بتاعت الكلاب. الدبانه ممكن تقف على فضلات كلب مصاب بالبارفو، وتيجي تقف على الاكل بتاع البابي بتاعك، فبالتالي تنقل له المرض. فكلام البريدر مظبوط، اول شهر يستحسن ان الكلب فعليا يبقى اندور مش اوت دور. فحاول انت تدخل القفص جوه البيت لغايه بس ما الكلب يخلص كل تطعيماته ومناعته تقوى شويه، بعد كده تقدر انت تخرجه بره في الجنينه. موضوع طبعا التواليت والريحه وكده يعني للاسف هو شر لابد منه، فلازم تستحمل الموضوع ده. طالما انت قررت تقتني كلب فاكيد لازم هتستحمل شويه. استاذ وضح بيقول انا عندي كلب جيرمان 3 شهور وتعبني في موضوع الحمام، يعملها في كل مكان. استاذ وضح، طبعا موضوع الحمام بيبقى صعب ان احنا نجاوب عليه في دقيقه، موضوع طويل شويه، في فيديوهات على القناه بتتكلم على موضوع الحمام، ولكن نصيحتي ليك حاول تجيب كيج، تجيب قفص، لان القفص بيخلي مكان اقامه الكلب محدده، بتبقى فيه ليميتد سبيس الكلب عايش فيها. فبالتالي في الفترات اللي انت مش منتبه للكلب وانت في الشغل او انت نايم، الكلب ما بيبقاش منطلق في البيت، لانك لو سبت الكلب في البيت، الكلب غصب عنه في سن ال3 شهور هو لسه صغير، فبيعمل تواليت في اي مكان. وعايز اقول لك حاجه، ان تدريب الكلب على الحمام ممكن ياخد منك شهر شهرين، وفي بعض الكلاب بتاخد 3 شهور. فبالتالي الحل الامثل ان انت تجيب قفص وتحط فيه الكلب في الفترات، احنا مش بنقول نحبسه ونعذبه، ولكن في الفترات اللي انت مش منتبه للكلب فيها خليه جوه الكيج، عشان الكلب هيعمل حاجتين. لو اتزنق هيعمل جوه الكيج، والكيج بيبقى فيه حاجه اسمها درج نظافه او كليننج تري، التواليت بينزل على الدرج فالكلب ما بيوسخش نفسه، ويبقى برضو طلع التواليت بتاعه عشان ما يبقاش مزنوق. الجزئيه الثانيه ان الكلب ساعات كتير مش بيحب يعمل تواليت جوه مكان اقامته، جوه مكان نومه، فهيفضل ماسك نفسه. فانت كده هتظبط التوقيت او التايمنج، ان انت هتفتح له هو هيكون مزنوق، تروح توديه على المكان اللي انت حاطط فيه الباد او حاطط فيه الجرانين اللي انت عايزه يعمل فيه تواليت. فبالتالي الكلب هيفهم ان هو اول ما بيخرج من الكيج بيروح يعمل تواليت في مكان محدد. فنصيحتي ليك سريعا، وطبعا لازم تتفرج على فيديوهات كتيره خاصه بموضوع التواليت عشان الموضوع يطول شرحه، هات قفص هيحل لك الموضوع ده بشكل كبير جدا. استاذ عبد الرحمن او استاذ عبد الرحيم بيقول هل الاخراج بتاع الكلب بيتغير؟ يعني مره يبقى سايب، مره يبقى ماسك نفسه، حتى لو الاكل ثابت. الاخراج بيتغير زي البني ادم بالظبط. انت ممكن تاكل الاكل كل يوم كبني ادم، والاخراج او الستول مره يبقى سايب شويه، مره يبقى ماسك شويه، ولان في عوامل كتيره بتتدخل في الموضوع ده. ويعني اكتر عامل بيتدخل في موضوع التواليت او تماسك الستول عند الكلب هي الحاله الصحيه. ممكن ينام على بلاط يجيله شويه برد، بنسميه برد في المعده، فبيعمل اسهال. الكلب تقل في الاكل شويه، ف تلاقي الستول حجمه كبر. ففي عوامل كتيره جدا بتتحكم في الموضوع ده.
مش بس نوع الاكل. فطبيعي جدا وما تقلقش من الموضوع ده. برضو استاذ عبد الرحيم بيقول انا عندي كلب عنده سنه مش بياكل الخضار خالص. الكلاب ما بتحبش طعم الخضار، فعشان تقدر ان انت تخليه ياكله، تعمل نوع من انواع الهاكينج او نوع من انواع التلاعب او التحايل على الكلب. حاول تعمل الخضار زي عجينه، يعني زي الخلطه كده، عجينه ما بين الخضار وما بين اللحوم او البروتين، فالكلب مش هيعرف يفصل ما بين المكون الخضار ومكون البروتين، فهيضطر ان هو هياكله. فلو حطيت الخضار لوحده وحطيت اللحمه لوحديها، الكلب هينقي اللحمه ويسيب الخضار. فحاول انت تخلطهم مع بعض، ده يعني هيسهل موضوع ان الكلب ياكل الاكل كله على بعضه، وياخد يعني وجبه غذائيه متكامله فيها كربوهيدرات وفيها بروتين وفيها فايبرز اللي هو الخضار. فدايما بننصح رز وعيش ومكرونه، او رز او عيش او مكرونه، ده الكربوهيدرات، والبروتين لحمه او فراخ، والخضار ممكن تحط جزر، ممكن تحط بطاطس، ممكن تحط بطاطا، كله يبقى مخلوط مع بعضه. فالكلب ايه، هيضطر ان هو ياكل. ممكن في الاول يعني ما يرضاش، ولكن الكلب مش غبي، الكلب اول ما هيجوع هياكل الوجبه اللي قدامه. الفيديو ده اكتبوا الكومنتات باسئلتكم، هجاوب عليكم زي ما جاوبت على باقي المشاركين. بكره باذن الله هقول اسم حضرتك وسؤالك واقول الجواب. يا ريت نعمل لايك للفيديو لان الريتش بتاع القناه سيء جدا للاسف. يعني بنشكركم طبعا على دعمكم الدائم لينا. كان معاكم احمد باهر من دوجز ايجيبت، شكرا لكم، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.